اهلا الدراري، في هذا الفيديو هذا غنشوف واحد الموضوع اللي هو مزيون مزيون، اللي هو الجيل القديم فيس الجيل الجديد. ديما هاد الفكرة كتجيني في بالي، زعما الجينيراسيون اللي كتقبلنا كنهضرو في الثمانينات لتحت، وهاد الجينيراسيون هادي من التسعينات الفوق. المهم، اول حاجة راه لوك جديد، فهمتي؟ مرة كنبغي نبدل اللوك. المهم المرة الجاية نقدر نقرع. فالفكرة واضحة، وهاد القناة ديال الصوت فبانت لي كتبارطاجي شي افكار اللي هما مزيانين، وشي افكار اللي انت ورا تقدر تتفق تقدر ما تتفقش. فهاد البيزود غادي نرياكتيو على هاد الفكرة بالضبط اللي كتعجبني، الجينيراسيون القديمة مع الجينيراسيون ديال دابا. وعموما تقريبا هاد الجينيراسيون دابا كيقولوا لي على جينيراسيون جولد، يعني الجينيراسيون الذهبية. مي كنظن مازال ما كاينش شي حاجة سميتها ذهبية هاد الساعة. أنا سارة من كازا، معكم في واش متفقين. معكم نسرين من الرباط، جيت نشارك معكم اليوم في واش متفقين. سميتي سعيد الحافظ. كلشي غيشارك واش متفقين، اللي متفق يهز يدو، واللي متفقش نصح راسو مع الحياة. اوكي بلان. مؤلف كتاب يوتيميا، وانا معكم اليوم في واش متفقين. زكريا معكم في واش متفقين. سميتي مهدي من سلا جديده، واليوم معكم في واش متفقين. معكم علي ومعكم في الروند واش متفقين. كل واحد يدير لي سميتو في الكومونتير واش متفق. الجيل الجديد غادي يعيش حياة صعيبة مقارنة مع الجيل القديم. أنا الصراحة ما متفقاش، حيت الجيل الجديد نورمالمون أصلا هما عندهم شي حوايج اللي ما كانوش شحال هادي عند الجيل القديم، دونك عندهم بزاف. المهم الدراري نحاولوا نسمعوا الرأي ديال واحد جوج ثلاثة باش نطلع الرأي ديالي أنا، فهمتي؟ د الحوايج بحال مثلا السوشيال ميديا، داكشي ساهل، كتسهل عليهم اللايف ديالهم صافي. ماشي ما كنتفقش معاه، ولكن كنقول باللي المشكله ما كايناش في الزمن كاع اللي كنعيشوا فيه، كسوا جينيراسيون زد و جينيراسيون ايغريك. القضيه ولا الفكره كاينه في العقليه اللي غتخدم بها في داك الزمن. سينون كان الجيل اللي قديم احسن منك كثير، غتلقاهم كاملين اغنياء وكلهم فهمتي دي ملياردير وكلهم داروا شي حوايج زوينه. ولكن أنا راه جدي كان عنده البلدان، الله يدي ما عرفنا نخسرو. سولت على واحد جدي، جدي قالوا لي راك تعدو فوق 200 قطار، 200 قطار ديال البلاد. قلت فاش؟ المهم كان عندهم فلوس صاحبي، كانت بلاد تما ديك الساعة شاوية، كتمشي غا كتلاقى مع شي واحد، عليكم السلام، عندي واحد خدام صافي بشحال دوزو ليا بقدا. كانت الارض رخيصه، نكونوا واقعيين فهمتي، ماشي بحال دابا ما الارض كتشريها بالمترو، نكونوا واقعيين شويه. هادشي كنشوفو فهمتي كيف ما ما قديتش نخلي هاد الفكره في راسي. اوكي ماشي مشكل. المهم كان في داك الجيل كاين في هاد الجيل الخايب والزوين. بوغ انا السوشيال ميديا هو جزء صغير من الحياه ديالك، والا سديتي على راسك في ديك القوقعه ديال السوشيال ميديا غتمرض، خصوصا الناس المشاهير. فري هاد القضيه. السوشيال ميديا شنو هي؟ السوشيال ميديا كلها فهمتي بنادم، راه قليل اللي كيبين لك الزوين ولا خايب اصاحبي. راه الناس كيتسناو فهمتي كيقولوا في السوشيال ميديا اوكي، راه مش اي واحد كينجح في السوشيال ميديا. بحال انا دابا عندي مثلا قناه ديال لوجيك فيها الله كاين فيها انا، مرة كندخل كنلقى شي واحد دخل كنسلم عليه عليكم السلام، فهمتي؟ مازال ما تكونت لا كوميونيتي، ولكن فرضا انا غنبقى حتى الاخر، ولكن واحد اخر ما يبقاش يبقى حتى الاخر، فهمتي؟ ابار هادشي كاينه هي كلها فيك، يعني انت كدير مثلا بوست كتحاول تبين الحاجه الزوينه، اما الحاجه الخايبه اللي بينك وبين نفسك راه ربي اللي عالم بيك. نكونوا واقعيين، متفق ولا ما متفقش؟ خلي لي في الكومنتار. بحال عرفتي كي جاتني هاد اللعيبه هادي بحال واحد الجيم سميتها حقيقه ولا جرأة. اللي قالت مزيانه، حيت هي اللي كنشوفوا دابا الدراسات كتخرج في السوشيال ميديا ديبريشن، يعني فهمتي ديبرسيون جديده ولات بسبب السوشيال ميديا. والناس شحال هادي كانوا كيقارنوا راسهم مع ولد خالتهم ولا ولد عمتهم، دابا وليتي كتقارن مع 5000 واحد فولور عندك ولا شي حاجه بحال هكايا. متفق بزاف مع الريبونس ديالك. الجيل الجديد كيشوفوا بأن التعليم ماشي هو الطريقة الوحيدة باش توصل للنجاح. كنتفق.
حيت بما انه كاين السوشيال ميديا كيتعدوا الطرق باش انك توصل للنجاح، ومن اهمهم السوشيال ميديا اللي كتعاونك بشكل كبير. متفقه معاه، حيت كنشوفوا دابا بزاف ديال زعما الاشخاص داروا بزاف د الحوايج بلا زعما ما يقراو ولا شي حاجه، غير من السوشيال ميديا. او انا ما كنتفقش معاها. ما يمكنش نقول هذا الانسان نجح غير من السوشيال ميديا. الانسان القاري، الانسان الواعي كيبان غير من اون ستوري، كيبان من ان ريل، كتبان من البرونونسياسيون ديالو، كتبان من اي حاجه. الانسان اللي تيكون قاري وواعي. كنتفق معاه. يعني دابا هو قال لك فهمتي الانسان واش يقدر ينجح فهمتي غير بالتعليم ولا بالسوشيال ميديا؟ المهم هذا هو السؤال. هما قالوا كي يقدر ينجح غير بالسوشيال ميديا، مي هي قالت واحد الفكره اللي مهمه، هو الانسان الواعي كيبان غير من الريل، كيبان غير من ستوري، كيبان غير من البوست، لان كيحاول كيكونفيرتي القرايه ديالو لواحد الكرياتيف فهمتي، ماشي غير كتلوح فيديو اسنو كليت شنو شربت فين مشيت. نو، فالانسان القاري اللي عنده واحد الذكاء وفهمتي مزيان، فراه كتبان له السوشيال ميديا ان بلون، كيدير خطه باش انه يوصل لواحد الحوايج اللي باغي يوصل لهم فهمتي. يعني حتى ملي كيدير واحد الريل ما كيخرج غير هكا كيدوي فيه فهمتي، كيخرج بناء على رؤيه مستقبليه بحالي انا بحالي. سي ما يمكنش نقارنوا في السوشيال ميديا مع انسان اللي ما كيمشيش، ماشي ما كيمشيش المدرسه، ولكن ما عندوش واحد الوعي. لكن كتبان بين واحد فهمتي ينفوا كيدوي كيقولوا ديما كيقول لك فهمتي المدار ديالك في الاول كيلعب دور، ولكن لقيتي عليك تجلس معايا كنسمع عليك ما كيبقاش عندك ما كيبقاش عند المدار ديالك قيمه اكثر ما كنشوف القيمه ديالك انت، لا فالور ديالك اللي كتبارطاجي من خلال الهضره ديالك فهمتي. حيت ملي كتدوي كتقول داكشي اللي عارف. ثقافيه متفق. لا انا هو متفقه معك، ما متفقاش مع ساره اللي قالت باللي انسان واخا ما يكونش قاري السوشيال ميديا كتريكومبونسي لك القرايه. انا جو سوي كونتر، او لا يدخل فلوس حيتاش لا واحد اخر قاري ما كيدخلهمش. هادشي اللي سمعت. انا جو بونس كو لو سوكسي سي ان ايتا ديسبري وماشي مقارنه بالسوشيال ميديا ولا بالقرايه. امين هما دي فاكتور كبار على قبل هادشي، مي جو بونس كو الا كان عندك لو كوراج ولا لا كوميونيتي ديالك كتشجعك باش دير حاجه اللي بغيتي، راه سي با لا ميم شوز بحال قبل. حتى شي واحد ما كيسبورتيك، يقدروا والديك عندك شي حاجه شي هوبي كيقولوا لك لا هادشي تضيع ديال الوقت. لا هنايا كاين بزاف ديال لو سيبور، والا كنتي باغي توصل لشي حاجه وخدمتي عليها غادي توصل لها. بالنسبه للبنت شنو قالت لي ديسبري، يعني فهمتي لا كونسيستنس المهم الاستمراريه، لا كونسيستنس الاستمراريه المهم ما تدوش عليا، راه بلتي لونغ بزاف راه كيتلفوك. كتبغي تقول الاستمراريه فهمتي، ولا كوميونيتي اللي كدعمك هي ديال فهمتي مثلا الانستغرام ولا هادي، فهادي لا كوميونيتي. المهم خليكم الانستغرام الدراري ديال اللوجيك، واي حاجه لوجيك كتلقاوها في اللوجيك في الانستغرام فهمتي. زائد انها قالت حاجه اخرى فكره مهمه، هي ان كيدعموك لا كوميونيتي اللي عندك، يعني الناس اللي كتبارطاجي من دوك الحوايج كتلقى شي واحد حتى هو عنده نفس الاهتمامات، فكيدوز بيناتكم واحد فهمتي واحد الكونفرساسيون اللي كتدعمك وكتسيبورتك. الجيل القديم عندهم مرونة أكثر في التعامل مع تحديات الحياة. كنتفق من واحد الناحيه، حيت لي زوبورتونيتي اللي عندنا دابا خصنا نتحاربوا عليهم. دونك جو بونس كو حنايا خلينا لي بيرسوناليتي ديالنا يكونوا صحاح اكثر باش نواجهوا السايبر بولينغ، البولينغ اون جينيرال، حيت كاين بزاف ديال لي ديفي مونطو اللي خلاونا نقصحوا من لا بيرسوناليتي ديالنا باش نعطيو الجهد ديالنا. ما كنتفقش حتى الجيل القديم، بالعكس كنظن ان الجيل القديم كانوا عنده بزاف ديال الصعوبات وبزاف ديال التحديات في غنى على السوشيال ميديا. نقدروا نقولوا بحال دابا الا كان الانسان بغى يقلب غير على خدمه، كنا كنطبعوا 30 40 50 سي في،
وكنخرجوا نقلبوا نهبطوا شارع اكدال كامل، شوز اللي دابا ما كنشوفهاش. متفقه مع نسرين، حيت الصراحه الجيل القديم ما عندهم هاد القضية ديال الطبع السيفيات فكرتني في شي حوايج. هي شوف لا بليبار فهمتي لا بليبار يمكن راه 80% راه طبعوا السيفيات، ما كاينش شي واحد انا ما طبع السيفي يمكن. اوكي. الحاجه اللي كتبان لي انا مختلفه بين الجينيراسيون في هذا السؤال هذا هو الصبر. يعني الجيل القديم كان عارف ان خصو يصبر عام، عامين، 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين عادي يدير واحد الحاجه بسيطه. مي دابا في هاد الجينيراسيون السرعه فهمتي، البراق فهمتي، يعني مشكله، يعني كيبغيو كلشي بالسرعه فهمتي. يعني بغا اليوم يطبع سيفي، بغا غدا يخدم، بغا غدا ياخد صالير مضوبل في 10، غدا بغا يدير طونوبيل، بغا يدير دار. هذا هو المشكل اللي كاين يعني فهمتي. كاينه السرعه بزاف، الصبر قليل بزاف. ما كانش عندهم لي فاسيليتي اللي عندنا حنا في الجيل هذا. انا كنظن باللي الصراحه هم معذورين فهمتي، معذورين حيت كيكون واحد لابريز ضغط بزاف من لونتوراج، من لا فاميل، من فهمتي، من كيما قلنا السوشيال ميديا براسها كتضغط. ملي كتشوف واحد مثلا فهمتي نفس لاج ديالك ودير بزاف ديال الحوايج، ما عرفتش انت كيفاش دارهم، كيفاش لا فالور باش دار دوك الحوايج، القيم ديالو، المبادئ ديالو. يعني ما انت كتبان لك غير ديك الصورة النهائية كتقول واي فهمتي. يعني المهم انا كنحاول ندير بلاصتي بلاص بزاف ديال لي جون باش نعطيكم نفس الافكار تقريبا. اللي المشكله ما كايناش اصلا في واش هاد الجيل ولا هاد الجيل اللي حسن ولا شكون اللي كيواجه الصعوبات بطريقه مزيانه، حيت كل عصر كيف ما قالت نسرين والتحديات اللي كانوا فيه والصعوبات اللي كانوا فيه، وحنا يمكن عندنا واحد الصعوبات اللي ما غيفهموهاش الجيل القديم. داكشي علاش غيشوفوا باللي ديما حنا دابا مربع داير ديال اللور، داير ديال اللور، ما فهمت زعما علاش داير ديال اللور كيدوي. بالنسبه للغه الجزائر مهمه بزاف. اكثر جيل نوعا ما ضعيف ولا صوفت، يعني كيبان بحال مخبي شي حاجه فهمتي، مبغاش يبينها. كتكون قدام الاستاذ وكيقول لك شنو عندك، كتقول لي ما عندي والو فهمتي، كيقول لك عطيني وريني هاد اليد، وكتوريها ليه ها هي يد ما فيها والو، كترد هذيك اللور، كتقلب عليك الحاجه اللي عندك اليد الاخرى طب بزاف ولا شي حاجه بحال هكا. بونس هذيك باردون، مي هذيك القضيه ديال كل واحد سي فغي كاينه واحد لاكسيسيبيليتي كبيره مع هاد لي سوشيال ميديا والتليفون وكذا، ولكن حتى هاد لاكسيسيبيليتي سي ان ديفي، حيتاش اي واحد يقدر يجي وياتاكي شي واحد و زعما يا سو تنقول زعما هاد الجيل يعني يقدر فهمتي اي واحد يجي يعطاكيك فهمتي. كيما عنده واحد الجانب اللي هو مشرق، عنده واحد الجانب مظلم. يعني شي واحد يجي عندك يقول لك انت غير كتكور فهمتي، انت غير كتزمر ولا فهمتي، انت غير كتخربق. المهم بهاد المصطلحات الشعبيه كاين اللي فهمتي كيتوشيو هاد المصطلحات وكيديبريما في خطره كاع فهمتي، بحال كتطفي واحد البوله. يعني خص تكون سود الصلابه النفسيه. الجيل القديم كيعرفوا يديروا علاقات حقيقيه احسن من الجيل الجديد. صراحه انا ما كنتفقش. علاش؟ حيتاش شحال هذا ما كانش اون اكسيسيبيليتي اللي كاينه دابا. دونك نشوفوا دابا غير باغ اكزومبل الزواج، شحال هذا ملي كيبغي شي انسان يتزوج فهو منحصر على الجيران، على شنو غتشوف ليه ماماه، لي كوزين شكون اللي خدامه معاه، شكون اللي قاريه معاه. باغ كونطخ دابا ولاو البنات بزاف ولاو الدراري بزاف. ملي كنهضر من لي دو كوتي، يعني بنات ودراري. هي دايره في راسها باللي غتجيب حسن وهو داير في بالو اللي غتجيب ما حسن، ما بقاتش ديك اللهفه، ما بقاتش ديك هو داير في راسو يجيب حسن وهي دايره في راسها يجيب حسن. ايوا هاد الحسن الباقي ما بغا يجي. فين كان الحسن؟ بان عليك الامان. الحراره بين جوج ديال الناس اولا لا تقلقش انسان غنمشي نصالحو. علاش؟ حيت هو عارف راسها لا ما صالحاتهاش راه كاين صحاباتها، كاين ما احسن منها، كاين ما زين منها. انا ما كنتفقش مع داكشي اللي قالته في الاول بانه الجيل القديم
كان نوعا ما كيديرش علاقات سطحيه مع علاقات حقيقيه مع الناس. بالعكس انا كنشوف هذا الجيل هو اكثر جيل كيدير علاقات سطحيه مع الناس. وهذه ماشي هضره ديالي، هذه الهضره ديال جينيراسيون زد كامله. اي واحد هضرتي معاه غيقول لك باللي الاصدقاء ديالي ما نقدرش نعول عليهم حتى شي حاجه، وين فوا غادي يلقاو شي صديق احسن مني غيمشيو يخليوني بحال هكا جاست لايك ذات. سو كنظن باللي العلاقات شحال هذيك فريمون الدراري فهمتي. هاد السيد هذا الهضره ديالو فهمتي صحيحه 95% فهمتي، لان الحياه كلها بلات بني على المظاهر فهمتي. يعني هو قال لك الدراري اللي كيكونوا معك مثلا ينفوا يبان لهم سي صادق واحد اخر فهمتي، مرفح وهادي وهادي وهادي، حيت هما اصلا كيحلموا واحد لافي فهمتي، فهمتي واحد لافي يعيشوها فهمتي. وانت اصلا انت واحد الصديق اللي فهمتي الله كتقاتل زبان واحد الصديق واحد اخر فهمتي اللي عنده الامكانيات وعنده لا بوفوار وهادي، الا من رحم ربي ولا يجلس معاك. كونوا صريحين. مي هنا كتبقى عاوتاني مسألة قيم ومبادئ ديال كل واحد. مي تقدر انك ديرو ديال الاصدقاء، هذاك الصديق تا هو دير معاك يتسارى وهادي وهذاك تا هو عادي. تقدروا تجيبوا داك الصديق اللي عنده الامكانيات تجيبوه عندكم فهمتي ويجلس معاكم، غير ما تطيحوش معاكم ويولي تا هو بلا امكانيات فهمتي. اما بس تفرف صاحبك في خطره فكتبان ليا ما بلانش فهمتي، لان كيبقى صديق ديالك اللي تشاركتي معاه بزاف ديال الحوايج فهمتي. واخا هاد الوقيته قليل اللي كيعطيك نيتو 100%، مي كنشوف ان الا فهمتي تلاقيتي مع شي واحد مزيان وهادي تقدر ان صاحب الصديق اللي كنتي دوزتي مع واحد المده فهمتي، الا كان عشيرك فريمون. اما الا كانت هي علاقه سطحيه وهادي فهاديك حاجه اخرى. تقدر انك دير معاك تا هو فهمتي، وانك تسلي بيدو باش تا هو تطلعو من داك السلم اللي غارق فيه دور بلان. اما بالنسبه للعلاقات بين الجيل القديم والجيل، انا كيبان لي الجيل ما كاين زعما اختلاف صراحه، حيت الجيل القديم كانوا عندهم طرق ديالهم فهمتي، كانوا كيتنقلوا للسواق وكيمشيو لهادو كيخلقوا علاقات. مي العلاقات ديال دابا ولاو فهمتي بحال البرد فهمتي، كاين ما كاينش، كاين ما كاين الاول اللي كيديهم. مي دابا حاليا سهل انك دير علاقات، كاين بزاف د الحوايج، كاين مؤتمرات، كاين هادي، كاين ايفنت، كاين فيستيفال، كاين هادي، كاين على حسب انت النوعيه ديال لونتوراج اللي باغي انك تونكاجا فيه. في القديم كانت شويه صعيبه، مي كنظن ان العلاقات ديال القديم كانوا فهمتي كانوا ستابل فهمتي. كتلقى مع شي واحد من شي بلاصه فراه كتبقى صافي كان عندك الكلمه فهمتي، يبيع لك غير بالكلمه ما تشريش انت كاع.